اليوم حنروح على مكان ندلل حالنا فيه، نطلع من روتين الشغل لحياة حلوة كتير فيها دلع وترتيب وأناقة وفخامة تظهر جمال الست ومظهرها الحلو. فأكيد حتنبسطوا اليوم بهالفيديو. هيدا الفيديو تحفيز للست لتهتم بحالها ومظهرها وبشرتها فوق 25. ضروري تهتم ببشرتها. على بشرتي مظبوط. كنتي حلوه ايه بس هلا صرت تجنن ولا صرت احلى؟ هي بتجنن يعني احلى عن جد فرق كتير كبير، كله بجنن. صارت ام الياس كيف؟ ايه ام الياس كيف صارت؟ تسلمي. طلع على الاكران قد ايه؟ شوف صارت ام الياس وحده ثانيه. شو رايك؟ تعالي عندي. اليوم هيدا المشوار تحديدا بطرابلس للستات الحلوين يلي بيحبوا يهتموا ببشرتهم وبجمالهم. وهلا مثل ما شايفين انا بلشت من نهر ابو علي وعم بتمشى بالسوق، بعدين اكيد حاخد تاكسي واطلع على الضم الفرز. فهلا حبيت هيك اخذ لكم كم لقطه وانا عم بتمشى، لانه بتعرفوا ام الياس ما فيها ما تفرجيكم اجواء كتير حلوه. ويسعد لي صباحكم وكل اوقاتكم احلى واغلى وارقى متابعين. طمنوني عنكم وعن اخباركم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتوا عم بتتابعوني بفيديو جديد، واكيد يوم جديد ونهار جديد من يوميات ام الياس. اكيد انتوا شفتوا اليوم انا وين مبين يعني. نزلت على طرابلس للبي دعوة احدى السيدات كتير اصرت علي وعزمتني، فانا حبيت لبي لها الدعوة وانزل لاقيها. فانا هلا نازله على كافيه كرمال التقى بهيدي الست. اكيد حتشوفوا كل شيء وحتواكبوا كل شيء وحتعرفوا كل شيء. فاليوم حنطلع من جو الطبخ والشطف والتنظيف وهالخبريات هيدي. اليوم حننتقل لخطوة يلي هي انه المرأة تهتم بحالها وحصرا ببشرتها وبوجهها. يعني ما كل الحياة انه هي شغل وشغل وشغل، لا، في علينا واجب نهتم بحالنا بعد كل طبخة. نهتم ببشرتنا بوشنا بكل شيء، بلبس بالعطر بهالخبريات هيدي كلها لازم المرأة تحافظ عليها ابدا، بعد كل طبخ بعد كل شطف بعد كل شيء كل شيء. فاليوم حنروح نهتم ببشرتنا شوي ونتعرف على اشياء حلوه وسيدات حلوين، وحتنبسطوا معنا كتير كمان بهالفيديو الحلو. فرافقوني اليوم بالفيديو اللي متعودين انه ام الياس مطرح ما بتكون بتاخدكم معها، ودايما انتم برفقتي، واليوم كمان برفقتي بهالفيديو الحلو. واكبوني وتابعوني بكل شيء. نروح انا وياكم سوا بهالفيديو اللي كتير حلو لنتعرف على الصبايا الحلوين يلي بيحبوا يهتموا بحالهم كتير وخصوصي ببشرتهم. بدنا نطلع من جو الطبخ لجو الاهتمام بالبشرة وبالجسم وبالوجه. هلا مثل ما قلت لكم انا نازله عم بتمشى بالسوق، حبيت صوركم هيك شوي وانا نازله لعندها على كافيه كراميل عالتل. هلا اذا الله راد نازله على الضم الفرز، واخدتكم معي وبرفقتي، لانه انتم برفقتي مطرح ما بكون انتم بتكونوا موجودين. هيدا العم من وعيتي على الدنيا وانا بشوفه هون عم يبيع زوبة وزعتر من لما كنت صغيرة وانا بشوفه. الله يطولنا بعمره ويرزقه كمان.
هلا مثل ما شفتوا وصلنا على كراميل، على الكافيه اللي نطتني الست فيها. فهلا حفوت انا وياكم ونشوف ونكتشف قصص كتير حلوه. بس بنصح كل ست تهتم بحالها وببشرتها وبكل شيء، ما تلتفت بس للطبخ والنفخ والشطف والخبيط. هيدي لا، في حق عليكي يا ست ويا مدام انه تهتمي ببشرتك كل اسبوع كل اسبوعين، لك يا اختي كل شهر مره رضيانين. المهم انه ما تهملي حالك. فانا جايه اليوم تنشوف كيف الست اللبنانيه بتحافظ على اناقتها وعلى جمالها وعلى بشرتها. هلا حنفوت انا وياكم سوا نشوف الستات يلي بيحبوا يهتموا بحالهم ونحن نكون مثلهم وقصة احلى منهم. ويلا خلونا نفوت نتعرف على السيدات الجداد يلي عزموني وحبيت كون ضيفة معهم وشاركهم بالاجواء الحلوة اللي عم يعملوها، يلي انا بدعم فيها وبأيد كل ست تهتم فيها. ويلا هلا نفوت على الكافيه هيدي الجديدة هون بكراميل بالضم والفرز. شمي هن ريحة البرفان هيك شايف. إذا بدنا نحكي البرفانات صار عندنا مجموعة كاملة من البرفانات اللي هو لاريف اللودبري، عندنا أشياء كتير رائعة وكل البرفانات بتعادل أغلى وأكبر برفانات بالعالم بأسعار كتير حلوة. يعني اليوم أنا فيني أكون عم جيب البرفان اللي سعره $200 جيبه بسعر كتير حلو واكيد بيجي حسومات للمستشار. ليش انا بقول مستشاره ما بقول مندوب؟ لان دائما بنعرف المندوب هو بيحملوه شنطه وبيطلع البضاعه اللي بحطوا له اياها هو بيكون عم يبيع، بينما المستشار انتو شركه بالشركه. يعني اليوم مرادي بتشوف زبوناتها بتشوف عالمها وشو بدها هي بتطلب. لو جبنا اغراضنا نحن بالجمله بتقولوا لي كيف بدي اجيب بلش اليوم راس مالي عقلي عن جد. ليش بقول العقل زينه؟ ايه العقل زينه 100% اكيد تشغلي. اليوم انا اذا بدي ابلش من حالي اول كلياتنا فيني بنسمعها ما معي مصاري، كيف بدي اشتري ما معي مصاري. طيب يا حبيبه قلبي اليوم انت احتياجاتك الشخصيه الشامبو بدك تنزل تجيبي اقل شامبو بالسوق قد ايه سعره. وهيدا اذا كان صار مشكلتين انه البلسم اذا اجى على ارضيه الراس عم يعمل من احد اهم الاسباب اللي عم يعمل قشره فقر الحديد. اليوم انا اذا جبت الشامبو البلسم من شركتي بنقول يعني شركتكم جبتهم بالجمله ما حدا ربح منكم، هون انت وفرتي بلشت بحالك. عندنا شامبو حتى للصبغه اللي عم تصبغ بدل ما تصبغ كل جمعه بتصير كل شهر، اللي بتصبغ كل شهر صارت كل شهرين. يعني اليوم انت حياديه بكل معنى الكلمه لبيتك لجيبتك لتوفير. واكيد بتنصحي جارتك بتنصحي رفيقتك تعالوا جيبوا اغراضكم بالجمله لان اليوم المعيشه كثير عم تكلف. الفكره الثانيه انا اليوم كيف بدي اعمل راس مال؟ بدي اعمل مشروع. مين بيسالني؟ مريم بتساليني اذا بدك تعملي مشروع قد ايه بدك تحطي راس مال؟ صح قد ايه تقريبا؟ ابسط شيء انا اذا اليوم بدي افتح محل بدي ادفع على كم شهر شهرين ثلاثه والا محل اذا منطقه عاديه ب 300 وما فوق، انا عم بقول كحد ادنى صح. اذا بدك تدفع على $1000 على 3 اشهر هي اذا قبلوا تمام. بدك تحط الاشتراك تمام، بدك تحطي حق البضاعه وبدك عنا الواتساب وعنا الجمعات البنات الحلوين اللي احنا وقت بنجتمع فيك تكوني عم تحطي برفان الجزداني. عنا بديل قطرة النضاره اليوم اللي عم يعمل شو على التجميل وما تجميل والأوبر هلا كلها حكيمة نفسك بكل معنى الكلمة. إذا بدنا نحكي هنا تفضلي كمان بتعمل الاجتماعات، هي مديرة لكذا منطقة بتعمل اجتماعات بتدعي عالم. اليوم أنا بتقولوا لي ما بعرف شيء عن البراند، بسيطة
ميسون هيدي وشها في حبوب، شو بنعمل؟ بنقول لها بنعمل لها تنظيف بشره ونشوف شو بدها. الصبيه بدها برفان، اليوم بدي اخذ كادو، عندك انت حدا بدك تاخذي له كادو، قد ايه بدك تحطي براسك الدفع اللي بدك تدفعي. اليوم انا القطعه اللي حقها 40 تاخذيها اكتبي الجمله، جبت قطعه مرتبه، عديتي هاي لإلي ووفرت لإلي، فيك تجيبي كريمات، فيك تجيبي لها سلي انت تشكلي لها اياها مكياجات اذا زغروره. اليوم انت بتكوني وكيله بحالك بتكبري شغلك قد ما بده عقلك يشتغل، تمام؟ الشغل الثاني اليوم انا فيني اكون عم وظف، عم بدعي صبايا مثل ما اتفقنا، وين فيني اجيب عالم تشتغل؟ الكل عم يدور على الشغل، بس عندك بيت، عندك اولادك، ما فيك تطلع من البيت، نحن معك. في عندي 3/4 اللي معي هلا، اذا ما 3/4 اللي عندهم وظائف اللي يكونوا معلمات عم يدرسوا، يكونوا تلاميذ جامعه، اللي حتى جاي من سن، نقول اهلا وسهلا بمريم كمان اجت من سن، من عرفنا عن حالك مريم، تفضلي. معكم ست مريم يحيى من الضمية من بيت الفأس. أنا حضرت يوتيوبر بشتغل بالطبخ وبعرض على السوشيال ميديا. وبنفس الوقت ببيع حلو، بعمل مناسبات تشيز كيك وقصص وحلويات لكل شيء. حبيت انضم معكم ونقدر ست ميسون ونجرب منتجاتكم الحلوة ونتعرف على حضرتكم وعلى هالوجوه الحلوة اللي بنشوفها. هلا حنجرب لك نكتة وتشوف المنتجات، وبدي شو بتحبي تجربي؟ برفان نسواني او حرش لك نسواني وبدك تقولي لي لا. كثير حلوة عشان من الرجالة إذا حابة تاخذي لحدا. اليوم مين بيقول لي قد ايه الحسن على البرفانات؟ بعتقد مثل ما كانوا بال 45% نازلين، ومقابل كل برفان تاخذي فيك تاخذي تستر. اللي كان من لاريس او من اللود بري فيني يكون عم باخذ انا تستر. هلا المفروض يكون عندي بالتستر، انا اذا بدي اي ما انت حره، انا بس بقول التستر هيدي قد ايه قد اني هاي تستر. لا بيجي صغير. هذا التستر عنا اليوم بتوقف عليك هلا حتى انا عم بشوف بس انا هلا عرض علي منتجات ما حاذكر اسمها، انا طلعوا لي كذا كمان تيستر وعندي ملف كبير. طبعا يعني مين عنده اسئله لحد هلا؟ تفضلي هنا، شو حابه تقولي لي؟ صبايا الحلو عنا كمان مع كل اللي قالته ميسون، يعني انا اليوم اذا ما عندي شغل على القليله باخذ اغراضي، يعني عنا شامبو، يمكن كريمات وحده ما تاخذ، بارفان تقول لك مش وقتها، عنا شامبو، عنا شاور جيل، عنا الغسولات شي روعه، بعدين عنا كل يوم في عرض، يعني انا اليوم ما ضروري ان لازم اعمل اوردر 100 او 200 دولار واقول يا الله عملت اوردر ما فيني ادفع حقه. واهم شيء صبايا نحن اليوم عنا شيء مساعدنا، ما بقى مضطرين نحمل اغراضنا ونبرم على كل بيت ببيته. بننزل على ستيتس، هلا بتقولوا لي ليه ما حدا بيطلب، ما حدا بيشوف، ما اختلفنا. انا امبارح عم رتب اغراض عندي اياهم، نزلت كم صوره على ستيتس، بعت 4 قطع. كل شهر يمكن ماني بايعه قطعه، منا يعني نحن اليوم عصر السوشيال ميديا. انا اذا معارفي بس شافوا شو عم نزل، عنا فيسبوك، عنا انستا، عنا ستيتس، ما بفوت على فيسبوك. انا كل يوم وقت بيكون عندي واي فاي، اذا نزلت قعدت انا وناطره طبختي ربع ساعه نص ساعه ما بدي انطر هالطبخه وما عندي شغل اشتغله، بشتغل على التليفون. هيدا ما بكلفني لا مصروف ولا مصاري ولا شيء، وممكن اليوم ننسال 20 سؤال ما نبيع ولا قطعه، يمكن سؤال واحد هو يفتح لنا باب انه نتعرف على العالم. وكل يوم عندنا اوفرات وكل يوم عندنا هدايا، يعني انا قد ايه بدي اطلع مصاري فيني اشتغل وقد ايه بدي اطلع هدايا فيني اشتغل. ودائما صبايا الاشياء اللي انتم بتستعملوها خلوا الستر عم بتفرجوها البضاعه يكون في بايديكم اغراض، يعني انا اليوم بستعمل ايكران، بفتح الايكران فبقول بستعمل للست. هلا انا استلمت هيدي القطعه طلعت انه شكلها ليه لونها هيك، عم بحكي لكم كيف واحد بفكر. هلا رشيناها نحن 3 حبيناها، يعني اليوم انا اذا اعتبر انا سنة عرض جديد ما رح تسائل كل الجمعه انا ما لي جلاده اطلع على التليفون او اشتغل، الا ما تسائل يوم، كل يوم عندنا اوف نقدر نشتغل عليه. وصدقوني القطعه اللي انتم بتجربوها بتبيعوها. هلا ما بلشنا اجتماعنا، لانه اجتماعنا بلش الساعه 11.
يلا قلبنا شوف النقطة بدي احط لك اياها هون، روحي هلا على المغسلة بتصوبني على وشها فورا بترغي. يلا جو على الأمر. هيك هلا حطينا اول منتج وعم جربه على بشرتي مثل ما شفتوا، فهلا حاعمل تغسيله لوجهي. غسول الفحمي اللي هو غسول الفحم. نعم. هلا هي اسا بتقدر اكثر تغسل، بس هلا يمكن لانه يعني بالبيت اكثر بتقدروا ايه اكيد تستحموا وتحطوا اكثر وبينفرك، وفيها تضل عم تفركوا شوي اسا على وشها. ايه بتبرموا هيك برم هيك. ايه برم، يعني هي نقطة وبتكفي للوش كله. صحيح 100%. يعني هو هيدا الغسول كأنك عم تعملي ديتوكس، يعني عم تنظفي وشك، وفيك تخليه هيك 5 دقايق تضلي انت عم تفركي. نحن هلا يمكن لأن الوقت شوي صح ومنك بالبيت اكيد هلا كل هلا شيء انت بالبيت بتحسي بيفرق. الملمس دغري بيتغير. هلا شو بدنا ننصح كل ست لبنانية شو تعمل؟ تهتم ببشرتها، روتين يومي يكون عندها. اكيد لانه ما كل شيء طبخوا نفخوا وشغلوا وشطفوا. صح اكيد. يعني مثل ما بتشتغل ببيتها بتنظف الارض، اكيد بدها تنظف بشرتها. مثل انا هلا بشتغل بالجنينات وبصور طبخ وهيك، مفروض اشتغل بهيك اشياء على بشرتي، ما هيك؟ اكيد لانه في شمس، بدك اكرام، بدك حمايه، بدك مرطب، بدك سيروم، كل هالقصص بدك لليل للنهار. اكيد. باين في فرق. شو حسيتي هلا انت ليكي؟ ها يعني ان الملمس عن جد يعني اختلف الوضع. ايه طبعا. صحيح. يلا هلا ست عالية. يلا اكيد غسلنا ونظفنا من يلا ليوم يرتاحوا. اهلا وسهلا بالصبايا. حنرجع نعيد. مريم عرفت عن حالها قبل بس اللي اجى مأخر، اسمعي لو عذبناكي. تفضلي. مريم هيك كانت ضمنيا بدها عرفتنا عليها مدام خديجه. شو بتعملي بالحياه؟ قلتي لهم انت؟ انا يوتيوبر، بشتغل على السوشيال ميديا، بشتغل طبخ، وثاني شيء بعمل حفلات عيد ميلاد سعيده بتتضمن كل انواع الحلو والمعجنات على قلبي. اليوم هلا اول ما جيت لعنا استعملت الغسل. اكيد وعطى كيف القلب؟ عن جد كثير مرتب وفرق كثير. لنحكي على هالقطعه، هي بتشيل كل شيء في سموم البشره. يعني تعمل كده بعد ال 25 بدك حتى في عالم من هلا ما في شيء ابدا. يلا هلا حنغير لها. هلا هلا حنغير راينا اليوم وننصح كل ست لبنانيه تغير. التونر شو بيشتغل؟ خلونا نحكي. اسمعوا يلا صبايا. الغسول اول ما بدي فيه غسول صباحا ومساء بدي استعمله، تمام؟ التونر فيني يكون عم حطه على القطن، فيني يكون عم امضي وجهي، فيني يكون عم بوشه بهالطريقه. شو التونر بيشتغل؟ مين بيقول لي التونر على شو بيشتغل؟ على تنظيف البشرة وعلى بينظف البشرة وبيزيد بقايا الأوساخ اللي بتصير بالذات بالبشرة. ايوه. يعني اليوم انا لحط اي كريم ضروري يكون عم بستعمل تونر حسب نوع البشره. هو بيشتغل على كل شيء رواسب لا تراه العين بشيلها، بكون عم ينظف البشره بشكل كثير رائع لحتى يكون عم يفوت السيروم او الكريم للجسم. شوفوا هي غسل بعد الغسل. ليه عم اقول لكم حتى ميتنا اللي احنا كل شيء صبايا التونر بتقولوا لي مهم؟ ايه اكيد مهم لتكون انا البشره مستعده لتاخذ اي شيء كريم بدي احطه. السيروم دائما بحط السيروم حجرب له. هو هي القطعه بنحط تحت العين، بس تحت العين وين؟ ما بحط هون، بنحط هون على اخر الخد. هون بتكون العروق اللي عم نحطها تحت العين، وبنحط حتى اذا في تجاعيد وفينا نحطه على كل البشره. مظبوط. طلعوا انا بحط على نص الشباب
هو بقول بالنوعية وليس بالكمية. لنص الوجه. هلا بدي اياها بتفرقوا بالطبق، كل شيء سيرومات بهالطريقة والعين هيك. حفرجيها بالمراية. مريم انا شوف حتى دقيقتين وشوفيهم حيطلع عنهم. نرجع من جنب تاني وجه. عندنا شو فايدته عن غيره؟ شو يعني ايشون حماية عن غيره اللي عندنا بلام؟ هيدا أول شيء 50%. صح. وبيعطي حماية وبيعطي رونق للوجه بعدين ما في وبيميز. اي شيء لتنتشر صح. يرطب بنفس الوقت لانه في منه بس كثير اذا بدك اذا شيء الجماعه على لانه ثاني يوم بتكون في حبوب بوجهه هيدا ما بيخلي شيء. صح. رجع عيدك بس تشوفي كيف شقل من هاي الجهة أكثر. حسيت مزبوط شو 100%. حسيتي قولي لي؟ حسيت شد وجهي عن جد. تمام؟ هلا اليوم العرض تاع هاي القطعة فيني شيء عم بحكي لازم معنا بالفلاير. الحلو اليوم عنا عروضات يومية. أنا عم شوف مسكة الفحم عشان عم مرة بعمل لك مسكة فحم. بدها تشوفي الفرق منها عمل مسكة فحم عالية. شو؟ يلا صوروا لي وشها قبل بعدين فينا نصور. هلا شوفي دقيقتين. شفت انت الفرق بس حسيت الفرق عن جد. او هلا لسه طلعي فيه بالمراية بيعطي أبيض أول شيء. صح؟ بس هلا بيعطي لون نفس لون الوجه. حتى اذا ما عندك كراك هيدراتون حتى كريم على الشيء والجهنيد مين سي كمان وبكون في بتحكي لنا غاده. اول شيء عارفين عمي غاده هي معلمه خلصت برافو لغاده بتخلص تعليم وبتيجي لعنا سقفي لو حالك قد الدنيا. شو حبيبي؟ انا بحكي عنه. يلا تفضلي. تفضلي. حسيته اول مره بجيبه اكرام مش بس اكرام بيعالج. ايه هو معاه مش مكتوب هيدا الوحيد اكيد عنه كثير من طبعا في يوم كل واحد كثير داخل يعطيني اياها بقى. يعني اليوم صبايا انا اليوم اذا بدي احكي علام تمام. اذا بدي احكي على حدا يقول لي غالي بنحكي عن هالقطعه مثلا. شوفي بقلبك. لا هيدا منه غالي ابدا. هيدا زيت منه. ليش يا غاده ما له غالي؟ ليك انا فيني اقول صبايا ما عليه خلينا نسمع بعض. بس هيدا ليش؟ لانه اكلت تقريبا 70% من هالشيء اللي طلع لي بعد ما ضربته على رقبتي لانه انا عم حط منه على وجهي وعم كفي بعدين واكثر على رقبتي لانه انا من اول حنشوف خلصته راح تقريبا شي 70% من هالتركب بين الكلمه. صارت الجلد شوي احسن من قبل. يعني بيعطي لك 100%. طب لا زيتون
لكم عندي صبايا اجوا بدهم ياخذوا اوردر هداك الاسبوع اللي قبله، تمام؟ كريم ليلي كريم نهاري، ليفتنج، فيتامين سي، ترميم، بيشتغل على 5 اشياء. اذا الكريم يا وفاء ارخص كريم بجيب 5 كريمات، اقل كريم بدي احطه لوشه ما بعرف شو بده يكون بال10 دولار. اقل شيء عم اقول لك اللي هو اكثر، يعني 5 وقت كمان. وفرت وقت واغراض بين ايدي لاحتاج شو بدي اعمل، وانا استعملت هالقطعه يعني الغالي رخيص على المدى الطويل، والاهم النتيجه هلا مريم انا حبيتها تشاركنا لتقلنا كيف لقيت. بس عن جد كاول تجربه لإلي كثير مرتب، لانه انا مع العلم ما بحط شيء على بشرتي ابدا. مثل ما بتعرفوني انتم كل متابعيني بيعرفوا انه ميليس ما بتحط شيء على بشرتها ابدا. بس الماسكارا تكون صريحه معكم، اول مره بحط هيدا الشيء اليوم اللي حطيته اعطاني فرق كثير لبشرتي، فبنصح كل ست لبنانيه وام لبنانيه ما تلتفت بس للطبخ والشغل، تهتم ببشرتها وبنظافه بشرتها، لانه هيدا شيء كثير مهم لتحافظوا على بشرتكم بهيدا العمر. وعن جد حسيت فرق كثير كبير من السما للارض ببشرتي لليوم. فمثل ما قلت لكم من خلال تجربتي بنصحكم ان تجربوا هيدا الشيء. لان انا مره على طول بقول انا مثل ام العروس شهادتها مجروحه، انا بحب جرب كرمال هيك انا بقول لكم اي حدا حابب ياخذ من عند ام الياس او اي حدا منكم تعملوا صبحيه بعمل له تقديمه مني تنظيف بشره لتكون شو عم ياخذ وشو عم يبيع، يعني انا معكم بالمبيع بكل شيء بدكم تستشاروه هيدي البشره شو بنعطيهم، وانا اذا شغله ما حبيتها بدكم ما تاخذوها 100%. الاكرون كثير مهم مضبوط. اليوم صبايا الغسول والماسك نازلين عرض. قد ايه نازلين؟ مريومه 56 دولار ونص، 20 دولار فاصلة 40. يا عيني يا جماعه الشيء ضفير بسنان، انا ماني جايه جمعة الشيخ خليل، تقبض من ميرنا. انا بحكي تليفون الغسول الماسك والغسول صح. مرة ثانية يعطيها حقها ما بنقدر. بس قد ايه حلو، خليها تعتبره مندوب تعمل ايه؟ 150 نت مدعي على ترويقه، عم نحكي لامب اللي بيشتغل لامب 150 فينا الاوردر انا 2 فينا 3. مين اشتغل مين عم يشتغل على الصبحيه؟ ارفع ايده برافو. يلا على ما شيء. طيب اذا 130 نحن باليوم قد ايه فاضل لنا 15 يوم، 150 نت تقسيم 15. ايه وفاء هلا جربته مريم، شوفي مريم كيف لقيتها وشك بجنن. مريم ما بتحط شيء بس تعال اليوم عن احكي لنا سماح اي كريم كنت حابه تحكي عليه عم تقول كريم الاخضر عن جد بس ما عليه اصلا كثير منيح لوشك يا الفوند هيدا اليوم نازل عليه حسب 5 عيوننا لويس. هيدا الكريم عن جد بحياة الله هيدا الكريم اي بشرة حساسة عن جد تسمعوا شو عم تحكي يا حمار احيانا شديدة تعطي قشر على البشرة. انا هلا عم اقول لكم يا حبيبي انا هذا عم بحكي كل مره قالت لي هيك. لا هو هيك بيجي انا قالت لي هي نص النص بس انا مثل ما عم بقول لك اساس بس في منهم ما بيقتنعوا. مشكلتهم جربي حبيبي جربي نقطة. انا اليوم دائما نص. طب خليني كفي اليوم انت بالنوعية ولا يسوي وفيرة في عندك صبغة اغلى من اول كوش الشعر بغطي. عايزة هو ما هي هعمل لها اياه انا ما غنش بدي هبعد لي. والحلو المساكرنا بتغذي كمان يعني طبية. على رواق
رجعي انت حطي. روحي لي هون. ايه هلا بنروح لك اياهم بس لينشف. قد ما شرار الموشة طولة صار يدقهم. كيف الاكل؟ شو؟ انا ما بدي احكي. طب خلص المنظر يتكلم، ما بقى في حكي قدام هيدا المنظر. يعني شيء كتير فخامه وبجنن عن جد، شيء كتير مرتب. بنصحكم تجربوا هيدي الماركات الستات اللي عم بيحطوها، شيء يعني فخامه. حطي لها من باين كأنك صالحة هذا ما يصير ما بس قبل مريم شوي بعد ما يصير ماشي. لازم نطبخ الحمار انا هون لازم شو اعطي يا وفاء للحمار؟ بس نيجي مع السجين. شو بدي احط لها؟ تعي. وهيك انا بكون خلصت لقائي مع الستات اللي قلت لكم عنهم وفرجيتكم شو عملوا. شفتوا كيف لازم كل ست بتشتغل بالطبخ وبالبيت وبتنظف وبتطبخ وبتغسل وبتشطف وبتعمل هالخبريات، تهتم ببشرتها وتهتم بوجهها. شوفوا بشرتي قد فرقت، شوفوا وجهي قد فرق، مع العلم انه انا ما بحط مكياجات نهائيا، ما بحط قليل الا بمناسب. يعني اليوم انا عملت وجهي، شوفوا اسم الله كيف صار ليكم، شفتوا فرق من السما للارض. اما الياس مثل ما قلت لكم صارت وحده ثانيه اليوم، وبشره ولا اروع من هيك. يعني بنصح كل ست مثل ما قلت لكم دائما تهتم بوشها وتعمل له هيك علاج من وقت للتاني، لانه نحن صحتنا وبشرتنا لها حق علينا ننظفها كل فتره. فشوفوا اسم الله. وهيدا فيديو اليوم بتمنى يكون من اعجابكم وبتمنى تكونوا مبسوطين فيه، وبنصحكم تهتموا بحالكم، بثيابكم، بشرتكم، عطركم، تكونوا هيك رائعين. خلوا جمالكم يرسم وجهكم وبشرتكم. اهلا وسهلا فيكم بيومياتي. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوين مثلكم. شايفين وجه اسم الله كيف صار؟ حتى المسكرة كتير حبيتها، كتير حلوة. بتمنى هالفيديو يكون نال اعجابكم وانبسطتوا فيه، وانتظروني بفيديو جديد من يومياتي. بحبكم كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.